في مشاريع كتير ممتازة، قيمة حقيقية وتنفيذ رائع وخدمة محترمة. رغم كل ده ولا حد فاكرهم، وتلاقي حد تاني في نفس السوق بإمكانيات أقل لكنه واضح جدا في ذهن الناس. والفرق هنا مش في المنتج ولا في الجودة، الفرق هنا في البوزيشننج. وده بيخلينا نطرح سؤال كبير ومهم جدا: هو النجاح معتمد بس على المنتج ولا على الصورة اللي الناس شايفينك بيها؟ هو يعني إيه بوزيشننج؟ البوزيشننج هو المكانة الذهنية اللي بتحجزها لنفسك في عقل عميلك المستهدف. هو مش مجرد براند نيم أو لوجو أو حتى ألوان جذابة على السوشيال ميديا، لكنه هو الفكرة الأولى اللي بتيجي في دماغ العميل لما يسمع اسمك أو يشوف شغلك. هو عايز إيه وبيقدم إيه وليه يختارك أنت بالذات، وإيه الانطباع الأول اللي بيجيله لما بيسمع اسمك. النجاح مش بس في الظهور، لكن كمان إنك تظهر بالطريقة الصح. ناس كتير بتتلخبط ما بين البوزيشننج والسلوجان واليو اس بي، لكن الحقيقة أقوى عروض دي مش بوزيشننج، وخبرة 10 سنوات دي كمان مش بوزيشننج، وأسرع توصيل ده مجرد بنفيت. البوزيشننج مش اللي أنت بتقوله عن نفسك، البوزيشننج هو اللي الناس بتعرفك بيه مقارنة بغيرك. فكر كده إنك دخلت سوق صاخب ودوشة وزحمة، إزاي تضمن إن صوتك يسمع؟ مش بالصوت العالي، لكن بالمكان الواضح اللي هتحجزه وتقف فيه. أول من صاغ مفهوم البوزيشننج آل ريس أند جاك تراوت في كتابهم الشهير Positioning The Battle of Your Mind. قالوا فيه إنه التسويق مش مجرد إقناع، لكنه معركة شرسة على مساحة محدودة في ذهن العميل. والسوق مش فاضي، في آلاف الرسائل كل يوم، واللي بينجح هو اللي بيقدر يحجز مكان ورف واضح في ذهن وعقل العميل. تخيل ذهن العميل رف كبير مليان منتجات وخدمات وأفكار، وكل خانة عليها ليبل: الأرخص، الأسرع، الأكثر ثقة، الأكثر إبداعًا. لو أنت مش واضح في واحدة فيهم هتتقارن وهتتلخبط وهتتنسي. البوزيشننج إنك تختار موقع فاضي أو زاوية مش مشغولة وتبني عليها صورتك الذهنية. اختيارك للزاوية الصح هو اللي بيحدد تفضل جوه الصورة ولا تطلع بره الفريم. وعشان تبني البوزيشننج اسأل نفسك: مين الشخص اللي بتكلمه؟ مش كل الناس، فئة محددة جدا. وإيه اللي يهمه فعلا؟ مش احتياجات عامة، لكن دوافع قرار الشراء. وإزاي تقدر تقدم ده بشكل مختلف ولو بسيط، لكن المهم يكون واضح. وإيه الجملة الواحدة اللي تتقال عنك وتكون سهلة التذكر وصادقة وتفصلك عن غيرك. وعشان تزود الوضوح اعمل مقارنة، مش عشان تنتقد المنافس، لكن علشان تظهر نفسك. ولو بصينا على الشركات الكبرى هنلاقي كل براند منهم اختار زاوية واحدة وسيطر عليها في ذهن العميل. مش لازم تبقى الأفضل في كل حاجة، لكن لازم تكون الأوضح في حاجة واحدة. وبكده نكون فهمنا إنه البوزيشننج مش رفاهية، لكنه المكانة اللي بتحجزها في عقل العميل، واللي بتتبني عليه كل رسالة تسويقية بعد كده. الحلقة الجاية هنتكلم عن الرسالة التسويقية اللي بتنقل البوزيشننج والقيمة للعميل، وهنبني أول خطوات الفانل الخاصة بمشروعك. لو شايف إنه مشروعك محتاج يثبت مكانته في السوق، اشترك في القناة وفعل الجرس وقول لي في التعليقات إيه أكتر حاجة نفسك الناس تفتكرها عن شغلك. أشوفكم على خير.